اهلا بيكم في قناتي. النهارده فيديو جديد بقدم لكم الزلابية الصحية او لقيمات القاضي بطريقة سهلة جدا. عملتها ميكس ما بين الدقيق الاسمر ودقيق الشوفان. ولو لاول مرة بتزوري قناتي، انا اسمي يسرا ودي قناتي. اتمنى تشتركي عندي في القناة لو محتواها عجبك، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو الفيديو كمان عجبك. بالنسبة بقى للسعرات هقولها لكم في نهاية الفيديو. ويلا بينا على الوصفة والطريقة على طول. معايا بقى نص كوباية من دقيق الاسمر، بعد كده نص كوباية دقيق شوفان، وممكن تعملوها بدقيق اسمر بس لو مش حابين دقيق شوفان. ومعايا معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وبعد كده معايا ذرة ملح، ومعايا بعد كده 2 باكو من السكر الدايت. لو حابين تستغنوا عنه مفيش مشكلة وتكتفوا بس بالعسل النحل اللي هنحطه بعد ما تطلع من الفرن، بس انا كنت حابة طعمها يكون مسكر فحطيت 2 باكو من السكر الدايت. هنقلب بقى المواد الجافة مع بعض، وبعد كده بقى هنحط مية دافية. يفضل نعجن بمية دافية، لو حابين مية من الحنفية عادي، بس المية الدافية بتكون افضل. يعني عموما في اي حاجة جربوا حتى لو مفيهاش خميرة تعجنوها بمية دافية. طبعا عشان معايا هنا دقيق شوفان، فدقيق الشوفان بيشرب السوائل، فانا حطيت يعتبر كوباية الا ربع من المية، لان الكوباية اللي معايا دي ما كانتش كوباية كاملة، هي كوباية الا ربع من المية الدافية. اهم حاجة ان انا اوصل للقوام ده اللي هو قوام الزلابية فعلا اللي هي بتتقلي. اسيبها كده ترتاح 10 دقايق، وبعد كده ارجع تاني هلاقيها برضو بتقرب تتشرب. كل ما بتسيبوها اكتر الشوفان بيشرب. بعد كده بقى معايا حوالي نص كوباية من الدقيق الاسمر، دي انا خليتها في الاخر، ممكن كنت احطها في الاول بس هتضايقني في العجن، فانا فضلت احطها الم بيها افضل. وبعد كده بقى معايا معلقة من الزيت، معلقة كبيرة. وبعد كده بقى هنكمل عجن، هنلم بقى بمعلقة الزيت دي. معلش اعذروني بس ان انا عندي برد فصوتي مش واضح قوي. ودي معلقة من الدقيق الاسمر اللي كانت باقية من النص كوباية. هنبدأ بقى نلم كده بالشكل ده لحد ما يبقى عندي خليط متماسك تمام بالشكل ده. هو العجن بس والخطوات فيها شوية مجهود، بس المكونات سهلة جدا وبسيطة. ده القوام المطلوب اللي احنا بعدها مفروض ان احنا نشكل على اساسه. هنبدأ بقى نشكل. معايا بقى امسح ايدي بمسحة زيت بسيطة وابدأ اشكلها شكل كورة. طبعا ده الشكل طبعا الاصلي للزلابية. انا بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل لكم حلويات او حاجة حلوة تاكلوها، هي طبعا شبيهة للزلابية الاصلية، انما الاصلية طبعا مختلفة خالص في الدقيق الابيض مقلية، فدي صحية يعني. شايفين طريقة التشكيل سهلة جدا، والعجينة لازم تكون معاكي طرية بالشكل ده. اسهل زلابية صحية هتعملوها، ما خدتش مني وقت خالص، يعني في التحضير خدت بالظبط 10 دقايق، لان هي لا بتخمر ولا بنسيبها ترتاح. بمجرد ما بنشكلها بندخلها فرن سخن على طول على درجة حرارة 180. هنحطها بقى على الشبكة اللي في النص، هتستوي معاكي مثلا في حوالي ربع ساعة او تلت ساعة مدة التسوية. ده شكلها بعد ما طلعت، شايفين حلوة ازاي، وكمان خدت اللون الذهبي الحلو ده. طبعا اساسي اساسي هي هتحمر لوحدها، لو ما حمرتش ممكن نفتح الشوايه شويه. بعد بقى ما تطلع ممكن تدهنوها معلقه زبده كده صغيره، يعني تسيحوا شويه زبده وتدهنوا الوش بتاعها، يدي كده لمعه ويديها شكل حلو. لو حبيتوا حتى مثلا قرفه مثلا من فوق، او حابين تحطوا عسل فيدي معاكم ريحه حلوه. ده شكلها شايفين واخده لون حلو ازاي كمان من تحت. اهم حاجه ان انتوا تلتزموا بالخطوات عشان تطلع معاكم الوصفه ناجحه. بالنسبة بقى للسعرات هي حوالي 30 سعر، يعني ممكن ناخد منها 3 أو 4 أقصى حاجة. وكده خلص الفيديو بتاعي، يا رب أكون قدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة. أتمنى تشتركوا عندي في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم.